الذكاء الاصطناعي شد ضدها ودخلها للحبس. امرأة في فلوريدا اسمها ميليسيا سيمز نهار البوليس جاها لدارها وشدها. الدليل مساجات كلام خايب تهديد مكتوبين منها هي. المشكلة الوحيدة ميليسا عمرها ما كتبت المساجات هذه، ما كتبهمش إنسان أصلا، كتبهم الذكاء الاصطناعي. على حسب التحقيق صاحبها السابق هو اللي صنعهم باش يورطها، وقعدت نهارين في الحبس على كلام الفت وآلة، وجملتها هي للتلفزة الأمريكية هي اللي لازمها توقفك حتى حد ما ثبت بالدليل. مرحبا بيك في عصر جديد، العصر اللي الآلة فيه تنجم تشهد ضدك. كيفاش وصلنا لمرحلة اللي مساج مزيف يدخل إنسان بريء الحبس؟ كيفاش 3 ثواني برك من صوتك يكفيوا باش يصنعوا نسخة منك تحكي بالكلام اللي يحبه؟ كيفاش موظف خلص 25 مليون دولار بعد اجتماع فيديو كان فيه هو الوحيد الحقيقي؟ شكون يحميك كي يجي الدور عليك؟ والقاضي روحه من الجمش يفرق بين الحقيقة والتزييف. وأخطر سؤال من هذا الكل، كان كل شيء ينجم يكون مزيف، شنو اللي مازال ينجم يكون دليل؟ الأرقام باش تعرف اللي مانيش نهول. احتيال بالذكاء الاصطناعي كلف العالم على حساب الدراسات المالية 442 مليار دولار في سنة 2025 وحدها. شركة انترست حلت أكثر من مليار عملية تحقق هوية في 195 دولة. النتيجة 1 من كل 5 محاولات احتيال بيومتري ديب فيك. مكافي تقول 1 من كل 10 أمريكان جرب بالفعل سكام بصوت مستنسخ. وديلويت تتوقع خسائر الاحتيال بالذكاء الاصطناعي في أمريكا وحدها باش توصل 40 مليار دولار في 2027. هذا ماهوش مستقبل، هذا تو. اليوم باش نطلعوا سلم الرعب هذا درجة درجة، من صوتك لوجهك للدليل اللي يتلفق ضدك لحد الحقيقة نفسها. وفي الأخر وعد باش نعطيك 3 حواجز تحطهم اليوم انت وعائلتك يصعبوا الحكاية برشا على أي واحد يجي يستعمل الآلة ضدك. الفيديو هذا مش باش يخوفك من التكنولوجيا، بل بالعكس باش يخليك أذكى منها. عسلامة أصحابي، شنية أحوالكم؟ شنية الجو؟ كل قصة في الفيديو هذا موثقة، محاكم، تحقيقات تلفزية، بيانات شركات أمن، وقوانين متبنية رسميا، والروابط تلقاهم كالعادة في الديسكريبشن. علاش الموضوع هذا اليوم؟ خاطر الجمعة هذه برك جمعة واحدة صاروا 3 حاجات. 1، في ولاية يوتا البوليس شد راجل عمره 48 سنة على صور استغلال أطفال مصنوعة بالذكاء الاصطناعي. الصدمة، الراجل هذا ماهوش أي واحد، هو مؤسس المشارك والمدير التقني لشركة ذكاء اصطناعي اللي يبني الآلة ولا يستعمل فيها. 2، شركة خسرت فلوسها بعد ما محتالين قلدوا المدير متاعها بالديب فيك وأمروا بتحويل مبلغ مالي كبير. 3، ولاية بنسلفانيا مضات قانون جديد يعتبر التزييف الرقمي اللي يؤدي الجريمة، خاطر القوانين القديمة ما عادش تلحق والموشة هذه ماشية وتكبر. فخليني نوريك السلم درجة درجة. الدرجة الأولى، أسهل حاجة يسرقوها منك صوتك. دراسة مكافي شهيرة قالتها بالأرقام، باش يستنسخوا صوتك بدقة 85% لازمهم قداش من تسجيل؟ ساعة، ربع ساعة، 3 ثواني برك. نعم، يعني أي ستوري حطيتها، أي فيديو، أي رسالة صوتية في جروب، سيبون صوتك ولا عندهم. وباش تفهم شنو يعملوا به اسمع القصة هذه. قصة حقيقية صاحبتها شهدت قدام الكونغرس الأمريكي. جينيفر دي ستيفانو من أريزونا يرن لها التليفون من رقم ما تعرفوش، تجاوب وتسمع بنتها 15 سنة تبكي وتعيط، ماما ماما عاوني. وبعد صوت راجل، بنتك عنا $1,000,000 ولا تعرفوا شنو يصير. الأم قالت للكونغرس كان صوتها، نبرتها، بكاها، عمري ما شكيت ثانية اللي هي ماش حقيقية. الحقيقة بنتها كانت في التزلج، لابس عليها ما صار لها حتى شيء، الصوت الكل مستنسخ. وهذا ولا صناعة كاملة. هجمات الاحتيال الصوتي زادت أكثر من 1600%، والشركات تخسر في المعدل $680,000 على الهجمة الصوتية الوحيدة. صوتك ما عادش ملكك وحدك، تفكرها هذه بالباهي. الدرجة الثانية، وجهك، وهنا الأرقام تولي مجنونة. هونغ كونغ 2024 موظف مالي في شركة هندسة عالمية اسمها أروب يوصلوا إيميل من مدير المالي، فما تحويل سري، ادخل الاجتماع الفيديو. الموظف شك، قال يمكن سكام، أما دخل الاجتماع باش يثبت، والقال المدير المالي بذاته بوجهه وبصوته، ومعاه زملاء أخرين يعرفهم واحد واحد. 8 كي شافهم
وحول على 15 دفعة 25.6 مليون دولار. الحقيقة كل واحد في الاجتماع هذا، كل واحد كان ديب فيك، والوحيد الحقيقي في الغرفة هو السيد اللي حول الفلوس. اجتماع أشباح. وفي فرنسا القصة اللي عملت الضجة الكبيرة، امرأة خمسينية صدقت اللي براد بيت يحبها وحاجته بفلوس باش يداوي، صور مصنوعة، رسائل، سنة ونصف من الأوهام، وخلصت 830 ألف يورو. تضحك وما تضحكش برشا. انترست تسجل هجمة ديب فيك كل 5 دقائق في العالم، والضحية الجاية ما عندها حتى علاقة بالذكاء ولا بالغباء، عندها علاقة بأنك تثق في عينيك، وعينيك ما عندهمش دليل. توا الدرجة اللي على خاطرها عملت الفيديو هذا، خاطر السرقة خايبة أما التلفيق نوع آخر من الرعب. نرجعوا لميليسيا سيمز. القصة بالترتيب كيف ما حكاها تحقيق شبكة ABC الأمريكية. نوفمبر 2024 عركة عادية بينها هي وصاحبها، البوليس يجي يشدها هي، والمحكمة تحط شرط ممنوع الاتصال به. أشهر من بعد الراجل يقدم للمحكمة دليل، مساجات جايينه منها سب، شتيمة وخرق للشرط. البوليس يشدها نهارين في الحبس، وبعد يظهر على حساب التحقيق اللي المساجات مصنوعين بالذكاء الاصطناعي، والجملة المفتاح من فمها حتى حد ما ثبت في الدليل، شافوا سكرين شوت وصدقوا. وهنا المشكلة الكبيرة، المحاكم مبنية على قاعدة عمرها قرون، الوثيقة دليل، التسجيل دليل، والصورة دليل، والقاعدة هذه ما ماتتش وما زالت المحاكم ما دفنتهاش. وفي غانا شدوا 11 واحد، شبكة كاملة تصنع فيديوهات مزيفة للرئيس السابق بذاته باش يبيعوا بها منتجات وسكامات باسمه. فكر فيها شوية، كان ينجموا يلفقوا على رئيس، شنو يمنحهم باش يلفقوا عليك انت؟ وقفة لحظة، هذه المرة مانيش باش نطلب منك لا لايك لا سبسكرايب، باش نطلبك تعمل حاجة توا قبل ما نكمل الفيديو. حل جروب العائلة واتفقوا على كلمة سر عائلية، كلمة واحدة ما يعرفها كان انتم. زيتونة، 7 نوفمبر، النهضة، اللي تحبوا انتوما. النهار اللي يجيكم تليفون بصوت ولدكم، بنتكم، خوكم يطلب فلوس، ولا يقول مخطوف، ولا يقول هو في أي مشكلة، اسألوا على كلمة السر اللي تفهمتوا فيها. الصوت راهو يتزيف في 3 ثواني، الكلمة اللي في راسكم عمرها ما تتزيف. عملها تو وارجع كمل الفيديو، وكي تعملها اكتب لي في الكومنتير عملتها، من غير ما تقول لي شنو هي الكلمه بيان سور. نحب نشوف قديش من واحد حما عائلته اليوم في جرة الفيديو هذا. الدرجه الاخيره وهي الاعمق، المشكله الكبرى في الديب فيك مش اللي الكذب ولا يتصدق، المشكله اللي الحقيقه ولات تتنكر. الخبراء يسميوها ارباح الكذاب. من اللحظه اللي العالم عرف فيها اللي اي فيديو ينجم يكون مزيف، اي مجرم مسجل بالصوت والصوره ينجم يقف يقول هذا ديب فيك، فيديو حقيقي لمسؤول يرتشي يقول لك هذا كان فبرك، تسجيل حقيقي لجريمة يقول لك ذكاء اصطناعي. عرفت شنو يتقتل هنا؟ مش سمعة واحدة ولا فلوس واحد، يتقتل مفهوم الدليل ذاته. المحكمة، الصحافة، حتى عينيك ووذنيك الكلهم يدخلوا في الشك، والدول بدأت تفيق كل واحدة وطريقتها. أمريكا مضات قانون تيك ات داون، المنصات مجبورة تنحي الصور الحميمية المزيفة في 48 ساعة. بنسلفانيا القانون اللي عملته الشهر هذا، التزييف اللي يؤذي يساوي جناية. والفكرة الأجرى، الدنمارك، مشروع يعطي لكل مواطن حقوق ملكية على وجهه وصوته، كيف العلامة التجارية، تستعمل وجهي من غير إذني نشكي بيك، كيما الشركة تشكي اللي سرق لها شعار متاعها، وجهك ولا ماركة مسجلة متاعك. وصلنا لهنا كما وعدتك 3 حواجز من اليوم. 1، كلمة السر العائلية حكينا عليها، كان ما زلت ما عملتهاش وقف الفيديو وأعملها. 2، قاعدة القناة الثانية، أي طلب بفلوس ولا معلومة حساسة يجيك من قناة تليفون، واتساب، إيميل، ثبت فيها من قناة أخرى. جاك مساج من خوك يطلب تحويل، أعمل له تليفون أنت. جاك كول من البنكة، سكر واتصل بالبنكة أنت من الرقم الرئيسي متاعهم. الديب فيك يسيطر على قناة واحدة، ما ينجمش يسيطر عليهم الزوز. 3، نظف المادة الخام، الصوت اللي يستنسخوه والوجه اللي زيفوه من وين يجيبوهم؟ من اللي انت تنشر فيه، ستوريات صوتك للعموم، فيديوهات ولادك مفتوحة للناس الكل، هذه بنك المواد متاعهم. مش لازمك تسكر كل شيء، لازمك برك تعرف اللي كل ثانية صوت منشورة يساوي سلاح محتمل. 3 بلاش، 3 يخدموا اليوم، وأغلب الناس ما عندهم حتى واحدة فيهم. الصورة الكبيرة باش نسكروا بها، الديب فيك مش أول مرة البشرية تعيشها، تصاورت زورت، الإمضاءات تقلدت، والفلوس اتطبعت بزيفة من قرون. المجتمع في كل مرة يبني حاجز جديد، الفيليغرام، الهولوغرام، اللي تبدل هذه المرة 2 حاجات، السرعة 3 ثواني وتسريح، والديمقراطية، التزوير كان يلزم محترف،
توا يلزمه تطبيق مجاني. وبين اللحظة اللي السلاح يوصل فيها للناس الكل واللحظة اللي المجتمع يبني فيها الحاجز فما فجوة. احنا توا عايشين في الفجوة هذيك، وميليسيا سيمز والموظف متاع هونغ كونغ وأم أريزونا هذوما أول ضحايا الفجوة مش آخرهم. السؤال لهنا مش إذا كان يجيك دورك ولا، السؤال وقتاش باش يجيك دورك، وكان باش يجي باش تكون حاضر له ولا. السؤال الكبير اللي كنت توا فما رأي يقول الحل هو القانون القاسي كيف ما الدنمارك وجهك ملكية خاصة واللي زيف يتحاسب كيف المزور. التكنولوجيا هذه خطيرة برشا باش نخليوها حرة طليقة. وفما رأي يقول ردوا بالكم، نفس القوانين هذه تنجم تولي سلاح رقابة. الحكومة تنجم تسكر بها على السخرية، على المعارضة، على الفن بحجة التزييف. أنا رأيي القانون ضروري أما ما يكفيش. الحاجز الحقيقي هو اللي في راسك أنت، الشك الصحي والقناة الثانية والكلمة السرية العائلية. أما أنت نحكم الوجه بالقانون ولا نتسلحوا بالوعي؟ الكومنتير ليك. كان الفيديو نفعك ابعثوا لعائلتك قبل أصحابك، هما الهدف الأول للسكام الصوتي. أبوني وفعل جرس التنبيه، ما تنساش في لايك. وإن شاء الله بعد نهارين عندي حكاية باش تعجب الناس الكل، باش نحكيو على علاش أسعار لاعبين الكورة اللي ارتفعت أسوام خيالية. علاش قبل كانت جمعية ب100 ألف يورو تبني أقوى جمعية، توا لاعب ب200 ألف يورو وما يحبش يجي لجمعيتك. ثانك يو الناس اللي كملوا معنا الفيديو للآخر. نشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة بعد يومين. سلام.